طالت غربتي من طول الليل رحلتي. يا كأس حبي يا أبي أضلى الصغيرة بلهفتي. عد يا أبي أنا لا أنام فأنت وسادتي. عد يا أبي واحمل إلي كما وعدت هديتي. عد فبدونك الدنيا خذها في مقلتي. مزقت أيام الغياب لكي تعود بسرعتي وتضمني في حضنك الدافي فتذهب غربتي. وأرى الحياة على ذراعك يا أبي كالبسمتي. عد واروي لي قصص بطولتي كي تشب بطولتي. وأرى الحياة على ذراعك يا أبي. عد ستكون في استقبال ضيفك فرحتي. القانون اللي هو موجود حرمني من ان انا اشوف حفيدي اللي كان قاعد معايا 5 سنين ومربيه وعلمته. حرمني من حفيدي اللي انا رحت، اللي النهارده بيهددوا الواد بقالي سنه دلوقتي لحد دلوقتي ما شفتوش. الواد رحت سلمته وهو جاله انهيار عصبي. ما تسيبنيش يا جدي، ما تسيبنيش يا جدي. وسبته على اساس ان انا من الناحيه الانسانيه ان امه ما تتحرمش منه. راحت رافعه في ظرف 12 يوم بالقانون بتاع سوزان مبارك، راحت ضم الولد ليها والبنت، وعملت لابني قضايا تبديد وكانت عايزه تدخله السجن وتحوله من راجل قانون راجل فاضل الى راجل خارج عن القانون، الى راجل مسجون بصرف النظر عن سمعه ولادها، بصرف النظر عن سمعه ابني، بصرف النظر عن اي اعتبار الا اعتبار الماده اللي هي عايزه تحصل عليها. وبتستخدم العيال في الابتزاز لحد دلوقتي، حتى منع العيل ان هو يتكلم في التليفون. القانون لا يسمح للجد ان هو يشوف احفاده. مين اللي قال الكلام ده؟ فين الشريعه وفين دين وفين دوله يا جماعه؟ اللي بيحصل ده يحصل في مصر. مصر ام الدنيا. الست المصريه افضل. انا بحيي كل مرأة مصرية شريفة تحملت وتجلدت ووقفت مع جوزها ومع اولادها وما تركتش بيتها وتخلت عنهم وطلعت افضل الرجال واحسن الرجال. هي دي الست المصرية. كل ما هو على الارض هو نتاج ام واب وليس نتاج مرأة فقط. ومن هنا بنقول ان احنا جايين النهارده نكرم الاب اللي اتحرم من حنان الابوة. أصبح أب على الورق فقط، أصبح أب اسمه مكتوب على شهادة الميلاد ومش مكتوب على الدنيا، بأمر من سوزان مبارك، بأمر من النظام السابق. ولما سقط النظام السابق كان من المفروض معه أن يسقط معه كل تعديل لهذا النظام، لأن هذا النظام أسقط الأسرة المصرية، أسقط الأب وجعله تحت الأرجل، لأنه ضاع منه الحنان الذي هو الرحم التي تنادي تحت عرش الرحمن، تصل من وصلها وتقطع من قطعها. نحن اليوم نقول أنها كلمة مدوية، أن رجال مصر فوق أعناقنا جميعا، وأنا امرأة وأنادي الجميع أن نقدس الرجل المصري، لأن مصر لن تكون إلا برجالها. الثورة حينما قامت بشباب مصر، وهو نتاج امرأة ورجل وليس نتاج امرأة فقط. كل الآباء المتضررين من كل قوانين سوزان مبارك اللي أفسدت بيها الحياة الأسرية في مصر. احنا النهاردة فعلا ده يوم الأب العالمي أو عيد الأب. هنا آباء بلا أبناء، ويوجد أيضا في الملاجئ أبناء بلا آباء. أصبح الأب فعلا في إبادة جماعية لكل رجال مصر. القوانين الموجودة سلبت من الراجل الولاية، القانون الموجودة أذهبت بالرجال إلى المقابر. بمجرد حصول انفصال أصبح أن الأب محروم من رؤية الابن إلا 3 ساعات كل أسبوع على مدار 15 سنة. و15 سنة الأب هياخد الابن يعمل بيه إيه؟ لا، ويخير. ده حاجة. نمرة 2، من ظلم هذا القانون أن حق الرؤية مقرر فقط للأب دون الجدات والعمات والأخ غير الشقيق. فدلوقتي في تفكك أسري، في حرب ضد الأسرة المصرية، في حرب ضد رجالة مصر، في حرب ضد آباء مصر اللي جم يحتفلوا النهارده بعيد الأب أمام الدكتور عصام شرف بصفته رئيس مجلس الوزراء،
انه يشمل الاباء ويشمل رجال مصر نظرة الاب. كل الاباء اليوم بيحتفلوا مع ابنائهم بعيد الاب، لكن هنا اباء. احد المتضررين من المرأة المصرية اللي للاسف الشديد بتقدر تاخد حقها، والراجل في مصر ما بيقدرش ياخد حقه. وانا شاعر حلمنتيشي لثورة رجال مصر اللي مؤسسها الاستاذ وليد زهران المحامي، وبقول حق الراجل روحوا هاتوه. ادوا الواد سامح لابوه، الواد سامح على حجر امه، و15 يبقى ضمه. وابوه بيقول اعمل ايه بيه لما يبوظ، امه بتاخده لما تعوز، عايزه ترميه هي حره او تاخده بقى هي ضمه. بنقول لعصام شرف يا حكومه يا ائتلافيه، الراجل اصبح ولي، عايزين حق الراجل يرجع، يا اما نعمل عمليه وذكي يبقى ذكيه، وهي دي الديمقراطيه.